الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. احنا افتتحنا مركز جديد للحجامة السفر الأخير في هذا رمضان الماضي. شفت مراكز حجامة نظيفة في الإمارات، وشفتها في السعودية، مشيت في العمرة في رمضان هذا. مراكز نظيفة جدا، قمة النظافة في المدينة المنورة في مكة المكرمة، واتبع الآليات والوسائل الحديثة معقمة. والحجامة تطورت مع تطور الطب. بقينا ننقل هذه الصورة. المجتمع الموريتاني مجتمع كريم ومسامح وسهل، غير عنده الحق في انه تجاب له ادوات نظيفه، عنده الحق على انه يعالج علاج نظيف ومعقم. ولا شيء، حجامه طبيعيه وسنه نبويه، وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وليله الاسراء امرت بالملائكه، قال: ما مررت بوفد من الملائكه الا قالوا امر امتك يا محمد بالحجامه. والحجامه كافيه شرفا انها عدلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي قديمة من سابق الإسلام، من زمن الفراعنة وزمن الكنعانيين وزمن اليونانيين وزمن الأمم القديمة. غير جاء الإسلام وأقرها، وتداوي كثير من الأمراض، تداوي الروماتيزم والروماتيد، وتداوي تخثر الدم، وتداوي الجلطات، وتداوي البرود عند النساء، وتداوي تكيس المبايض. وهي رياضية، الناس الرياضية في المجتمع الغربي أوروبا وأمريكا، الرياضيين ملاكمين ولاعبين كرة القدم لا بد لهم الحجامة يعدلوها. وعليه احنا فتحنا هذا المركز، وبقينا نقلد العالم الآخر ونستفاد من تجارب، وجبنا مركز من أحدث المراكز. سابق عدد الحد الحجامي ينقاس طوله ونعرف طوله كم، وينقاس وزنه على ذا الميزان درج. وهذه الأدوات نظيفة، البكاط فيه الكيسان يعمل مرة واحدة للشخص، ولا يعقم يعمل مرة أخرى أبدا. كل بكاط خاص بشخص، ولا ينحجم شخص ما تحته حولي يملي إلى اللي عرق عليه، ما ينقل عدوى لحد آخر ينزل ياكل حولي. والإنسان لا يحجم يدير قهات ملي جداد، ويدير كمامة خاصة به. وموس الشراطة ما يستخدم مرتين أبدا، ويستخدم عاقبة ملي يعقم سابق الحجامة، يعدل له مساج. عندنا أدوات مساج رائعة جدا، مساج للظهر ومساج وعندنا ملي حتى عندنا كوس الحجامة الحديثة اللي تعمل بالبات موجودة، في حالة اضطرينا أن نستخدموها ونعقمه عقب الحجامة. يعقم عقب الحجامة. حجامة شرطات بسيطة على سطح الجلد، ولا عندها آثار، ولا تمس العروق، ولا تمس الوريد. وهذا هو الفرق بينها هي والتبرع بالدم. التبرع بالدم عملية سحب الدم من الوريد نفسه، بينما الحجامة شرطة على سطح الجلد، ما هي لاحقة شيء يسوى هو شنو؟ يتنفس منها الجلد، منشطة الجهاز العصبي. وهذا واحنا قريناها بالخارج. أنا عندي فيها شهادة، وعضو في الأكاديمية الدولية للحجامة والرقية الشرعية، شهادتي موجودة فيها الأكاديمية الدولية لهذا. وعندي فيها شهادة في دورات أخرى، هذه شهادتي فيها الأكاديمية الدولية للحجامة. وقريناها في الخارج. أنا الحمد لله ورك تجاوزت 40 سنة. دخلنا المدرسة من 6 سنوات، 38 سنة من الدراسة مع هذا الواحد مستخسر فيه إلى اللي عدل الحجامة، وهي عدلوا أصلا كهلات بطريقة طبيعية. في المدينة المنورة نعرف أفارقة عدلوها كان بطريقة تقليدية، اللي نقام عليها ورك وطورت وعدت مراكز حديثة. المهم احنا عندنا سرة نظيفة بيضاء، شارينها واعرة وجايبينها من الخارج، وعندنا كوس حجامة نظيفة، وعندنا أدوات تعقيم. عندنا جهاز مقياس السكر، نفحص السكر الإنسان ولو، ونقيس تانسيون وضغطه. وعندنا متخصصين في الحجامة. عندنا استمارة من اللي نملاوها إياك الإنسان ما عنده ياس ولا أمراض، مثلا مشاكل قلبية، ولا قرحة المعدة، ولا اضطرابات نفسية، ولا تخثر الأطراف، ولا السكتة القلبية، ولا كان قطع الداء العملية، ولا عنده أي فيروس دموي، ولا داء السكري، ولا مشاكل السرطان، ولا فقر الدم الحاد. وعندنا استمارة نملاوها من المريض سابق عودة، ونعدلوا له جلسات مبرمجة كل فترة جلسة، وأدوات طبية معقمة حديثة. والشباب الحمد لله يكفى متمرس في الحجامة وهذا. وعندنا ملي مساج حتى للأرجل، مساج للأرجل، مساج للظهر، مساج لهذا. وبالتالي نبشروا الجميع على أن هذا مركز الحجامة فتحناه جديد بأدوات نظيفة. المهم المركز مكيف وبارد الحمد لله، ونظيف ومعقم، وفيه مدة إكفاء ومدة مقتدرة، وهذا يستاهل المواطن الموريتاني. والحجامة الحمد لله مرخصة في موريتانيا، مرخصة وتابعة للطب البديل والطب التكميلي والطب النبوي، لا عندها علاقة بالطب الحديث ولا يتابع له. والحرب معروفة بين الأطباء التقليديين والأطباء الحديثين، وإن كانت بعض الحجامة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة في الناحية الدينية وثابتة في الناحية العلاجية، وهي جزء من الرقية الشرعية لأنها مكملة لها.
حجامة تبطل السحر، حجامة تبطل النور، الحجامة تقتل الجن، خاصة الجن العاشق والجن الضال، الجن المتمرس في الجسد ما بيأخذ، ما تقتل مع الحجامة عندنا يشرع. وعليه الحجامة جزء من الرقية الشرعية، واحنا فتحنا لها المركز النظيف ومفتوح دائما 24 ساعة. أي إنسان يبغى يجي يعدل الحجامة، وأسعارها من اللي رخيصة ما هي واعرة. الدورة الموريتانية قبل على الحجامة، هذا مجدد من الأمراض، الروماتيزم المعرمة، وهذا أمراض الأعصاب، وهذا أمراض العظام، وهذا أمراض ما هي جابرة، موجود لها علاج في السنة النبوية اللي هي الحجامة. هذا هو اللي بقينا ننبه الناس على أن المركز مفتوح جديد وموجود، وفي تنس فيلم عندنا الخيلة، أرقامنا موجودة 42 90 99 99 44 44 40 51، الأرقام عليهم واتساب والاتصال. ومركز نفط النسويلم عندنا الخيلة على حاشية قدرة، مع نفس مركز الرقية الشرعية. ندور نفتح منه فروع إن شاء الله تعالى، فرع في تفرق زين، وفرع في القصر، ونفتح منه فروع إن شاء الله، واحد في نواديبو والزوالات إلى غير الله. هذا هو اللي بقينا ننبه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادروا كامل بالحجامة، ما قطع عدل الحجامة عدلها. الحجامة خارج حجامة بكمة ما فيها شراطة، لكن إنسان يركبوا ومنشطين ومعلمين في القطوعة ومعلمين في نشاط الجهاز العصبي. خارج حجامة فيها شراطة، وهي شراطة خفيفة تعدل لا لحد ميارتة تعدل، ومع أنها اللي بآلات معقمة وكل شيء، مادة إخبارية فيها وعندها شهادات فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.